اوعى بقى يا ساتر. بسم الله نبدا وبه نتوكل وعلى الله كل التوفيق. طلابي يا حبايبي، طلاب ثالثه اعدادي في كل انحاء الجمهوريه من اسوان لحد اسكندريه، يا رب دايما اكون منوركم ودايما تكونوا منورين وعلى قدر من الثقه ان شاء الله. حبايبي طلاب ثالثه اعدادي، معاكم علاء عمر. النهارده باذن الله باذن واحد احد هنخلص الدرس الاولاني، يبقى احنا كده عملنا فينش لاول درس موجود في المنهج الجديد. زي ما احنا اتفقنا المره اللي فاتت، احنا اتكلمنا على انواع التفاعلات الكيميائيه، الاتحاد المباشر والانحلال والاحلال البسيط. النهارده ان شاء الله هناخد الاحلال المزدوج، تفاعلات الاحلال المزدوج. مش هتكمل معانا كتير، فيديو صغنون كده على قدك يا جميل. بص يا سيدنا، تفاعلات الاحلال المزدوج بمعنى اصح، فاكر انت الاحلال البسيط كنا بنتكلم عليه ان في عنصر اكثر نشاطا، هيقول ايه للعنصر الاقل منه نشاطا؟ اكيد هيقول له بعد اذنك هاتني مكانك. بس طبعا مش هقول له كده، هقول له ابعد. ليه؟ انا اكثر منك نشاطا يا صديقي، انا اكثر منك نشاطا يا حبيبي، بعد اذنك ابعد. فهو هيبعد من سكوت لانه اقل منه نشاطا. طب وهنا ما حدش احسن من حد، قال له بص بعد اذنك انا هاجي مكانك، ايوه، وانت هتيجي مكاني. انت رزمه وانا رزمه، انت حته وانا حته، هي بتمشي كده. ده اسمه احلال مزدوج. طيب ده الفهم اللي من فوق كده يا مستر، اللي على وش القفص زي ما بيقولوا، الحته اللي فوق على ايه؟ طرف المعلقه. عايزين نتعمق، يلا بينا يا صديقي نتعمق. هو تفاعل بين مركبين. تعالوا نظبط بقى الالوان بتاعتنا كده، الازرق الجميل بتاعنا. بين مركبين، كم مركب؟ 2. خد بالك المركبين دول مالهم يا مستر؟ ايونيين. ده انت قلت لنا في الكورس يا مستر ان في مركب ايوني ومركب تساهمي. جدع. مالهم؟ غالبا في محلول مائي. يبقى المركبين دول ايونيين في محلول مائي. مالهم؟ حيث تتبادل الانيونات والكاتيونات. فاكر انت في ثانيه اعدادي؟ فاكر لما كان في الانيون والكاتيون وانت كنت تقعد تتلخبط وكنا بنعلمها بحاجه جميله جدا؟ النهارده برضه هنقول لك عليها. ايه هي؟ بص دي يا سيدنا، يتكون المركب الايوني مثل ملح كلوريد الصوديوم. يبقى انت عندك ال NaCl اللي هو ملح كلوريد الصوديوم، مش محتاج اكتبه ان هو مكتوب اصلا. الوزاره الحمد لله عامله لنا كتاب جميل جدا ممتع، يعني تلذذ وانت بتذاكر، وصدقني تابعنا خطوه بخطوه في البدايه كده، ربنا هيسهل لك ان شاء الله على طول. من جزئين، ايه هما الجزئين دول؟ خد بالك اول جزء بيقول ايه؟ ايون موجب. والايون الموجب يعني خد بالك، فاكر زمان كنا بنقول ان ال Na الصوديوم مكون من 11 الكترون، لما اجي اوزعه ادي 2 8 هيتبقى 1، هيتم فقده، هتتخلص منه. اشمعنى يا سيدنا؟ عشان تتحول لل Na عندها 10 الكترونات وموجب، اسمه ايون ايه؟ موجب، ايون موجب. فهنا الايون الموجب بنقول عليه ايه؟ ركز في الحته اللي كنا معلمينها المره اللي فاتت ونقول لك تاني، ويسمى الكاتيون. طب والايون السالب كده هنقول عليه انيون. ما قلتش انا حاجه من عندي، انت اللي قلت اهو. جميل جدا. مالهم بقى دول يا مستر؟ قال لك مثلا اللي احنا بنقول عليه كلوريد الصوديوم ده ال NaCl، اللي عنده الكاتيون الايون الموجب فيه بنسميه كاتيون. هنا بقى بنتكلم على الصوديوم اللي احنا اتكلمنا فيه الكلام ده كله. ماشي، تعال نشوف اللي بعده. بيقول لك وايون سالب او مجموعه ذريه سالبه يسمى الانيون، زي مين؟ الكلوريد. مالهم؟ خد بالك ده مركب، وقلنا هنا الكاتيون والانيون. اركن ده على جنب بقى دلوقتي، احنا خدنا المعلومه دي كنا بنفكرك فيها اللي كانت قبل كده في ثانيه اعدادي. تعال نركز بقى في كلمه الاحلال المزدوج. قال لك ان هنا ده عنصر، هنفترض ان هو NaCl، وعرفنا ان ده كاتيون وده انيون. فالكاتيون ده وده نفس الوضع، خد بالك كاتيون وده انيون. هتلاقي ان الكاتيون ده يقول للانيون معلش انا هاجي مكانك. قال له طب معلش وانا هاجي مكانك. عايزها؟ طب خدها. عارف انت، مالناش دعوه، مش عايزين نعيب على حد، يعني الجماعه دول كلهم حبايبنا ايا كان بقى. نقول تاني، تعال نرجع للجزء ده، نبعد 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 نبعد، ارجع 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 ارجع. خد بالك دي جميله جدا. هتقولي ليه ما بحبش تستخدم الاستيكه؟ انا بحب ارجع كده عشان ننور السبوره بتاعتنا.
ده هيروح مكان ده اهو، السهم بيقول لك اهو. طب وده يعني كده لما ده يجي مكانه هيقعد يعيط؟ لا، ده مش محبط. يقول لك هو انت جيت عندي؟ طب والله لا اروح عندك، اروح في المكان اللي انت كنت فيه. فراح جه هنا. ده الكلام البلدي بقى بتاع المصاطب. احنا الحمد لله مدرسين وبنشرح لك في اجمل اماكن وفي اجمل قنوات يوتيوب. وبقى اكتب لنا في الكومنتات كده وصلنا لكام سبسكرايب، ادينا بنعد مع بعض. هتلاقي ان ده حل محل ده، او الكاتيون هذا حل محل الانيون هذا، ثم هذا الانيون حل محل مين؟ ده رجع مكانه. لف بينا يا دنيا. طب تعال نشوف مثال. قال لك اول مثال عندنا بنتكلم عن تفاعل حمض مع قلوي، وخدناها قبل كده ان في تفاعل الحمض مع القلوي اسمه تفاعل تعادل، بيديني ملح وماء. لا نركز. بص يا سيدي، خد بالك احنا قلنا معلومه مهمه جدا. حمض مع قلوي عند اضافه دليل اليونيفرسال. ده دليل اسمه دليل يونيفرسال، ولو انت كنت فاكر قبل كده كان عندنا الدليل يونيفرسال وكان عندنا البي اتش، شويه حاجات كده كانت في ثانيه اعدادي، اركنها دلوقتي على جنب، احنا بنتكلم على المنهج الجديد بس هنحتاج شويه حاجات من اللي فاتوا. وخد بالك العلوم ماده تراكميه موجوده ومهمه جدا. احنا المثال عندنا ده، انا اسهل حاجه اروح جايب لك المثال واقول لك مش ده المثال بتاعنا، هتقول لي اي نعم يا مستر، اقول لك يا سيدي في اسهل من كده، يلا بينا. ادي الان ايه؟ مش ده اسمه ايه؟ هيدروكسيد الصوديوم، مظبوط جدا. وده ايه؟ حمض، صح؟ يبقى حمض زائد قلوي هيديني مين؟ ملح، مش ده كلوريد الصوديوم، زائد ماء. ادي المعادله بتاعتك خلصت، احفظها اركنها على جنب. لا ما بنعملش كده، احنا بنفهم واحده واحده. تمام يا صديقي؟ انا اسهل حاجه اعمل لك كده. طب احنا مش هنعمل كده ليه؟ احنا هنعمل ده بس مش دلوقتي، لما اشرح لك الجزء اللي فوق اللي هو برضو جايب لك معلومه معينه رابطها لك بالمعلومه بتاعتك وكلها معلومات عندك. هنا دليل يونيفرسال، لما اجي اضيفه لمحلول ماء، محلول يعني، ويتلون اللون بلون يتوقف على درجه قلويه او حمضيه المحلول. زي ما اوضح في الشكل كده بالظبط. الجزء ده لو هو متعادل، المحلول ده متعادل، وهنا حمض وقوي، كل ما يعمل كده يبقى قوي، كل ما يروح في الاتجاه ده يبقى قوي، وهنا كل ما يمشي في الاتجاه ده هيبقى قلوي قوي، وفي النص هو متعادل. طب انت شايف اللون ده لونه ايه؟ ده بنفسجي. طب وده احمر. طب لو يا مستر كان لونه برتقالي او مصفر يبقى هنا حمض ضعيف، لو اصفر ضعيف، وهيبدا ان هو يروح عند البرتقالي هيبقى قوي لحد ما يوصل للاحمر يبقى حمض قوي جدا. طب وهنا لو بنفسجي يبقى قوي جدا، طب لو اخضر يبقى يا دوب قلوي ضعيف. ها لسه ماله؟ قال لك فمحلول هيدروكسيد الصوديوم قلوي وقوي. خد بالك قلوي وقوي يعني هنا يتلون باللون الايه؟ البنفسجي. ده اسمه ايه؟ هيدروكسيد الصوديوم. ايوه يا مستر، هيدروكسيد الصوديوم ده كده اللي هو ال NaOH اللي هو القلوي. ايوه هو ماشي. لما نضيفه على محلول تاني حمض، بس انا عايز اعرف اذا كان حمض قوي ولا ضعيف. تعال نشوف. قال لك عند اضافه الدليل بقى اليونيفرسال الهي، خلاص عرفنا ان ده لون بنفسجي، وعرفت ان هو لونه بنفسجي، فعرفت ان هو قلوي قوي لما ضفت له الدليل اليونيفرسال، فلقيت لونه بنفسجي، فانا عرفت ان ده قلوي قوي. ها قلوي وقوي منين؟ من اللون البنفسجي. طب وانا عرفت ده منين؟ هم العلماء عملوا لنا الليله دي كلها وقال لك دليل يونيفرسال لما يتلون باللون ده يبقى ده خلاص قلوي قوي. ماشي. ايوه نخليك طول ما انت ماشي قلوي قوي قلوي قوي، لون بنفسجي قلوي قوي على طول قلوي قوي. طب لما اجي اضيف بقى حمض الهيدروكلوريك المخفف ال HCl، خلاص بقى ايه؟ الى المحلول تدريجيا. لما اجي اضيف الدليل يونيفرسال للمحلول بقى HCl ده هيتلون باللون الايه؟ الاخضر. فين الاخضر؟ في الاثنين دول، وتسمى تلك الحاله نقطه التعادل. انا ضفت بقى مين؟ ال NaOH ضفتها على ال HCl. مش ده حمض وده قلوي؟ حمض وقلوي يا مستر، قلت لي تفاعل اسمه تفاعل تعادل، مظبوط. ضفتهم على بعض لقيت المحلول كله اتلون باللون الايه؟ الاخضر ده. يبقى ده اسمه تفاعل ايه؟ تعادل، الاثنين مع بعض. تحس انا عندي حموضه يا مستر. طب يا سيدي اشرب راي، هيروق لك الدنيا شويه. الزبادو هيروق لك الدنيا شويه، لان احنا الحمض اللي عندنا موجود في المعده اسمه ال HCl. ده كان حمض موجود في المعده.
يبقى دلوقتي عند اضافه دليل يونيفرسال اليه بقى خلاص بقى احنا عرفنا ان في كروي وفي حمض، جبناهم جنب بعض، معلش ايه، اعملوا خليط مع بعض، اعملوا تعادل، اعملوا معادله كيميائيه مع بعض. لقيناهم عملوا حاجه معادله اسمها معادله التعادل. عرفنا منين؟ من اللون. بالخلال ايه او ازاي؟ دليل يونيفرسال. بصينا لقينا دليل يونيفرسال، احنا جبنا كده ادي الكلوي وادي الحمض، ادي ال NaOH وده HCl، ضفنا ده على ده وعرفنا ان ده كلوي قوي وده حمض اهو يا سيدي، مفيش اي مشاكل. دول الناس بتضرب شماريخ كده شويه شو، خد بالكم يعني، ما فرحانين، ناس بتهيص وفرحانه ومبسوطه، المفروض احنا التانيين نتبسط وانت كالتاني تفرح. واقفل كده الفيديو الثانيه دي وافرح كده وافرح معانا وهيص شويه وهيسكتوا، وبعد كده يخشوا ثالثه اعدادي ويخشوا ثانوي ويحزنوا والموضوع هيبقى خراب والله ودمار علينا كلنا. لما ضفنا ده مع ده ادانا لون اسمه اخضر فبقى متعادل. موضوع بسيط، اسهل منه مفيش. طب يا مستر ما انا انجز نفسي على طول واروح حافظ المعادله دي في الكويكلي كده. يا عم مفيش مشاكل، خد بالك بقول لك مع اضافه المزيد من حمض الهيدروكليك المخفف يتحول اللون. يا مستر بقى معلش انا عايز العب، العب يا سيدي، مش هو كان لونه اخضر يعني تفاعل تعادل، يعني حمض مع كلوي يديني تعادل مظبوط، اسمه تفاعل تعادل، ضفت الاثنين على بعض. طب انا عايز ازود شويه حمض، طب زود، يلا بينا نشوف، يلا بينا. ايه اللي حصل؟ خد بالك يتحول لون المحلول تدريجيا للايه؟ للاصفر. معلش تعالى لي يا مستر، انا فاكر اصفر يعني جه كده، يعني بدا يبقى حمض. ايوه، ما هو انت ضفت ايه؟ حمض، فهتحول للاصفر. طب كل ما تزود هيبقى برتقاني، كل ما تزود هيبقى احمر. طب معلش يا مستر انا كنت عايز ازود من NaOH، انا نسيت والله كنت عايز ازود من NaOH. طب زود من NaOH يا مستر، هيبدا يزيد يبقى اخضر جدا. طب زودت كمان هيبقى اللون ده سماوي. طب زودت اكتر هتلاقي اللون اللي هو الايه؟ البنفسجي قوي. يا نهار ابيض، يعني كل ما ازود حمض هيزيد اكثر حمضيه. والعكس في الكروي مظبوط يا سيدي. يعني انا لو حطيت حبه كده وحبه كده قد بعض في الحمض والكروي هيديني تعادل بالظبط اللي هو اللون الاخضر. يا رب تكون فهمت. فده بنقول عليه تفاعل تعادل، بيديني ملح و H2O اللي هو بخار ماء. طيب خلصنا من المثال الاولاني، خلصنا منه يا صديقي، والموضوع ما كانش محتاج كل ده، بس انا حابب ان انا ابسط لك المعلومه عشان الموضوع والله مش حفظ بس، والله مش حفظ بس. هتلاقي اسئله كتير جدا بتيجي تقول لك ايه، سواء اختر او اكمل او من نتائج مترتبه او علل او غيره وغيره 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 يا سيدي. هتلاقي يقول لك من خلال معادله معينه اتضح ان اللون اخضر، ده لون دليل يونيفرسال اخضر. اكتب المعادله مع كتابه نوع التفاعل. المعادله كانت بتقول، ايوه افتكر معايا لول، ايوه دي بتاع التعادل، ايوه اللي قاعد يعيد ويزيد فيها علاء عمر، هو اسمها ايه؟ حمض مع كلوي او بنسميه تفاعل التعادل، بيديني ملح وماء. ايوه نوع التفاعل، نوع التفاعل احلال مزدوج، جميل جدا. طب وبقى يا سيدي اكتب لي المعادله. ال NaOH زائد HCl هيبدا يديني H2O. ايوه ده الميه يا مستر. طب وقبليه كان مين؟ قبليه NaCl اللي هو كلوريد الصوديوم. يبقى هنا حمض مع كلوي يديني ملح وماء، اتحفظت واتعرفت، الموضوع بسيط، اسمه تفاعل تعادل. طب والنوع الثاني قال لك خد بالك تفاعل حمض قوي مع ملح حمض ضعيف. هو بدأ يلعب لي هنا بقى، خلاص احنا جبنا حمض وكلوي، قال لك طب بقول لك ايه، طب ما تعالى نلعب مع بعض، تعالى نلعب يا سيدي، هات ملح حمض ضعيف واعمل له تفاعل مع حمض قوي. لا تعالى نفهم يا مستر معلش، وانا هعرف منين ان حمض قوي؟ يا عم سهله، تعالى نشوف. بقول لك الحمض القوي فين؟ الحمض القوي يتأين او يتفكك تقريبا بشكل كامل فين؟ في الميه. الحمض الايه؟ القوي بيتأين وبيتفكك كده، بيتدمر بيتفرتك في الميه كامل كله، فينتج تركيز كبير من ايونات مين؟ ما هو طبيعي هيدينا هيدروجين، اشمعنى؟ عشان حمض، اكيد مش هيديني OH، يعني بسيطه. اما الحمض الضعيف يا عيني الغلبان يتأين جزء منه فقط، يا عيني غلبان، جزء بس اللي اتأين، يا عيني جزء اللي اتفكك في الماء. لذلك يوجد في المحلول خليط من الايونات وجزيئات الحمض غير المتأينه. عرفت بالفرق بين الاثنين؟
تخيل انه ممكن يجيب لك قارن بين الحمض القوي والحمض الضعيف، وانت تقول حرام ياهو يا عالم مش علينا، ده بيكلمنا عن انواع التفاعلات. لا يا سيدي، ممكن يجيبها لك ما دام جابها في كتاب الوزاره اهو، ممكن يجيبها في الامتحان. طب ايه اللي بيحصل؟ انا بعرف منهم ازاي؟ بقول لي معلومه اسرائيليه. ما يا عم هتقول لي بقى اسرائيليه بقى اسرائيليه، مالناش الكلام ده، اعرفها انا قلتها لك وخلاص. القوي بيتعين كامل في الماء وبيديك تركيز كتير جدا من مين؟ اكيد من الهيدروجين. انما يا عين الضعيف يتعين جزء منه فقط في الماء. عشان كده بقول لك ايه، لذلك يعني يوجد في المعلوم خليط من مين؟ من الايونات والجزيئات. ماشي، الحمض غير متأينه. طيب تفاعل بقى، نرجع للجزء بتاعنا ده، حمض قوي مع ملح حمض ضعيف. شوف الرسمه الجميله، شايف الابداع ده؟ ممكن تجي لك في الامتحان على فكره كده عادي. هتقول لي يا مستر هو احنا فين والامتحان فين؟ مش احنا دلوقتي امتى؟ احنا دلوقتي يعني يعتبر في شهر 7 صح؟ كده كده على طول كده هتلاقي نفسك بتمتحن. الحقوني يا عالم ياهو، ازاي ده انا كنت لسه وراكمت مش عارف كم فيديو وعملت وما حلتش ونسيت. ياه دنيا. ايه اللي حصل يا سيدنا؟ ادي ده اسمه دورق زجاجي، حطيت هنا كربونات الصوديوم اللي هي انت المفروض بقى ما تشوفهاش مستخبيه، ماشي، ال Na2CO3. تقول لي ازاي يا مستر بقى حطيت هنا 2؟ هتقول لي ليه؟ هقول لحضرتك، فاكر لما كنا بنقول ان هنا مجموعات زي مجموعات الذريه زي الكربونات والكبريتات دي عباره عن ايه؟ التكافؤ بتاعها كام؟ ثنائي. ايوه يا مستر بس انت حضرتك حاطط الاثنين عند الصوديوم. اسمعني، انت عايز تسمي كلمه كربونات الصوديوم، هتجيب الصوديوم Na وهتجيب الكربونات اللي هي COSO3 وابدا اشوف التكافؤ اللي هنا واعمل لي مقص. التكافؤ بتاع ده احادي والتكافؤ بتاع ده ثنائي، اعمل لي مقص. هتبقى Na هتاخد دي والCO3 هتاخد الواحد. نقول تاني في السريع. وانا هخاف يعني؟ شايف تختفي تن 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 تختفي طياره. شايف محدش عارف يعملها دي، خد بالك. الحركات دي حركه، دي حركه كده ما تعرفش تعملها انت دي. ادي ال Na وادي الكربونات CO3. مش انت عايز تسمي كربونات الصوديوم؟ ادي الصوديوم Na وادي الكربونات CO3. الصوديوم التكافؤ بتاعه احادي والكربونات عرفنا التكافؤ بتاعها الثنائي. اعمل لي مقص قفصين وسطين في طرفين، سوري كنت اقول لك قفصين في طرفين. هتلاقي ان ال Na هتاخد الاثنين دي والCO3 هتاخد الواحد ده. طبعا الواحد مش هتكتب، يبقى المسمى عندنا كربونات الصوديوم هتسمى ال Na2CO3. حطينا هنا كربونات الصوديوم يا مستر، ثم ايه اللي حصل؟ ثم بدأنا نعمل هنا مكان لخروج، يعني انبوبه كده تيوب صغيره لخروج حاجه معينه، وحطينا هنا دورق زجاجه حطينا فيه ماء جير ورائق. خد بالك ماء جير رائق رايق كده زي كده. الحمد لله النهارده الخميس، خمسة وخميس في عينك رايق كده وفايق. انت هتعكروا دم دلوقتي ما انا عارف. وبدأنا نعمل حاجه هنا عشان ابدا اصب فيها حاجه، دورق هبدا اصب فيه حمض اسمه حمض الهيدروكلوريك HCl. لا معلش يا مستر، يعني قصد حضرتك ان ال NaCO3 ده ملح؟ تخيل يا نهار ابيض. طب وملح ايه ده يا مستر؟ بص ما رحناش بعيد اهو، اسمه ملح حمض ضعيف. فاكر الاملاح زمان لما كنا بنقول عليها كنا بنقول ايه؟ ركز معايا. كانت ممكن تبقى ايون موجب مع مجموعة ذرية سالبة، صح؟ أو أيون موجب مع أيون سالب، أو مجموعة ذرية موجبة مع مجموعة ذرية سالبة. مش دي كلها تسمية أملاح؟ احنا عايزين بقى الملح ده كده اللي هو بنقول عليه أو المثال بتاعنا حمض ضعيف ولا قوي يا مستر؟ ضعيف. هنضيف عليه مين؟ حمض قوي. وال HCl بسم الله ما شاء الله قوي شبح أسد. هيحصل له يا مستر؟ اديك ضفت كده ال HCl على شويه كربونات الصوديوم ال Na2CO3، هيبدا يطلع ايه؟ قال لك اول حاجه خد بالك
تعال نركن دي، ماشي ما علينا، اركن دي على جنب، خبيها خالص. المفروض الطبيعي هيديني ان ايه؟ مش ده احلال مزدوج؟ ايوه مزدوج، يعني مين اللي هيجي مكان مين؟ مش ده ايون موجب اللي بنقول عليه كاتيون؟ حلو قوي. هيحل محل مين؟ الاتش. هيقول لي الهيدروجين بعد اذنك هاتني مكانك. الهيدروجين له ماشي بس انا هاجي مكانك. هتضحك عليا؟ ما انا هاجي مكانك برضه. فلقينا ان ده جه هنا، فاصبح امسك بقى في دي الاول كده، انا شلت الاتش وحطيت ان ايه، اصبحت عندي ان اي سي ال. حلو قوي، امسك في دي، امسك فيها جامد، امسك. هتبقى عندنا مين؟ سي او 3 ومين؟ والاتش 2. هو في حاجه مش اسمها اتش 2 سي او 3؟ ايوه يا سيدي، اسمها حمض الكربونيك اتش 2 سي او 3. يعني اتش 2 سي او 3 اسمها حمض الكربونيك؟ يا نهار ابيض، كنتش اعرف، اديك عرفت. مالها؟ الذي ينحل، مش ده مركب الى ماء وثاني اكسيد الكربون، هيتحلل بقى كده الى كام حته اهو يا سيدي؟ الى مين؟ H2O زائد CO2 ثاني اكسيد الكربون. وطبعا زي ما احنا عارفين ثاني اكسيد الكربون هيجي عند ماء الجير الرائق يعكره. في حاجات كده بتيجي تعكر المزاج. يعني مشوار مهم كده، وطالب القهوه بتاعتك ويا دوب بتشرب تبدا تنزل لك نقطه على التيشيرت بتاعك الابيض الجميل ده. في مشكله في الكلام ده يا صديقي؟ لا، احنا اتكلمنا على كام معادله؟ 2، على كام مثال؟ على 2، على كام تفاعل نوع واحد دلوقتي اللي هو الاحلال المزدوج. اول حاجه حمض مع كروي، تفاعل تعادل، اديني ملح وماء. طب وهنا حمض قوي مع ملح الحمض ضعيف. ملح حمض ضعيف اتكلمنا عليه وقلنا برضه خد بالك بقى ايه، التركيز ده مش مطلوب بقى، مش ينفعش الكلام ده. بدأنا نرسم الرسمه الجميله بتاعتنا دي عشان ممكن يسألني فيها، ممكن يقول الماده دي اسمها ايه، وممكن يقول الماده دي اسمها ايه، وممكن يقول لي ده عمل ايه، او الغاز ده. هنا طبعا ده الغاز قلنا عليه ثاني اكسيد الكربون يعكر ماء الجير الرائق. ايه اللي حصل يا سيدنا؟ ادي المعادله بتاعتنا، وادتني بدل انا هركن الاثنين دول، هركن دول كده، دول قلنا عليهم H2CO3 حمض الكربونيك، عشان ممكن يجيبها لي المعادله دي Na2CO3 زائد HCl بيديني NaCl زائد H2CO3، ويقول لك اذكر نوع التفاعل. تفضل انت تلف حوالين نفسك كده، يا جدعان تفاعل ايه ازاي ما حصلش؟ لا هو يا سيدي هو، بس هو على طول جابها لك بقى في السريع، اختصرها لك ايه بدري كده، وقال لك ان H2CO3 هي عباره عن لما تنحل بتديني H2O اللي هو الميه وثاني اكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير الرائق. في مشكله في الكلام ده؟ نهائي، احنا جامدين ومفيش الا احنا. احنا اول حاجه خدناها دلوقتي النهارده قال لك تفاعل تعادل اللي هو حمض مع كربون يديني ملح وماء، ده سميناه، ده اللقب بتاعه كده، ده اللقب بتاعه. طب واللقب هنا اسمه تفاعلات الترسيب، مين مع مين؟ بين محلولين ملحين، ملح وملح كده اتحدوا مع بعض فلقيت في واحد اترسب، فده بنقول عليه تفاعلات الترسيب. ولو انت فاكر من المره اللي فاتت الجزء الاولاني كنا بنقول بقى اختفاء لون وظهور لون ورائحه وضوء او غيره وغيره وغيره وحراره وترسيب، يبقى او ماده تترسب يعني، فده دليل على حدوث تفاعل كيميائي. كلام بسيط وجميل جدا. ايه اللي حصل يا سيدنا؟ خد بالك بقى، لقيت في محلولين كده، قال لك هو اشمعنى احنا يعني؟ طب ما احنا عايزين ايه يحصل لنا تفاعل، فنسمي نفسنا تفاعل الترسيب. عند اضافه محلول نترات الفضه، خبيها بقى كده، حاول دايما تتدرب على الكلام ده. خد بالك نترات الفضه، تعال نكتب نترات الفضه. الفضه الاي جي، والنترات NO3. طب والنيتريت NO2. هتبدا ان انت تعمل بقى الليله بتاعتك دي عشان تديك الاي جي NO3 نترات الفضه، ده محلول حلو قوي. NaCl كلوريد الصوديوم، انا اخاف من حاجه؟ ملح الطعام يا سيدي. ايه اللي هيحصل؟ احلال مزدوج، ده هيروح هنا، فده يقول له يا سلام انا اخاف يعني انت جيت مكان انا هقعد لوحدي اعيط يعني؟ لا اهو محدش واخد منها حاجه، هتيجي هنا اجي لك هنا على طول. اول ما ده يجي هنا اقفش المركب ده، ركز معايا، اول ما ده يجي هنا اقفش المركب ده على طول. اشمعنى؟ مش ده اي جي جه هنا شال الان ايه وجه هنا جنب السي ال، هتقول لي ان ايه NO3 ماشي يا سيدي، اركن ده على جنب عشان هو كتبها لي كده، هتروح كتبها لي اي جي سي ال اهو.
ادي اول مركب. طب والثاني؟ ما هم الاثنين هيلزقوا جنب بعض. ما مين اللي مشي من هنا؟ الان ايه جه جنب مين؟ جنب الان او 3، اقفشهم في بعض يبقى ان ايه ان او 3. ده بنسميه نترات الصوديوم. يعني ده اسمه نترات الفضه، ده اسمه نترات الصوديوم. مبسوط معروف من زمان على فكره، بس انت اللي مش عارف، بس انا بقول لك يعني. هم قالوا لي ما اقولكش، بس انا قلت اقول لك. فبداوا يديني اي جي سي ال اللي هو راسب ابيض، ده تكون تحت ترسب. بص شوف اللي بيعمل ايه. ادي ضفنا شويه اي جي او ان اي ان او 3 الى الاي جي سي ال، ولا كان مين؟ ايوه كان اي جي ان او 3، ضفنا عليهم ان اي سي ال. بدا يديني في راسب اتكون. طبعا انت مش شايفه في الصوره قوي. المعادله خلصت. مفيش ابسط من كده. ما خلاص فهمنا يعني ايه احلال مزدوج. ده جه هنا في المركب ده، فده اللي الثاني جه مكانه هيرجع هنا. ويعني زي ما عمنا عادل امام كان بيقول دول راحت عند دول ودول جو مكان دول، والله اعلم مين اللي راح ومين اللي جه. نرجع تاني الحته دي عشان ما تكونش اتلخبطت. اهم حاجه احنا بنهزر وبنحاول نفك الجو عشان ما تحسش بملل كده وان الموضوع رخم بقى ومعادلات. وانا عارف والله ان الموضوع ده بيكون رخم على ناس كتير جدا، سواء الطلبه اللي فاتت او اللي قبلكم او اللي قبلكم، بيكون بقى عائق يا مستر. ولو جينا جمعنا المعادلات دي خد بالك في اخر الدرس، يا نهار ابيض هحفظ كل المعادلات دي، ده انا هنسى مين جه مكان مين وده وراح وجه وسوى. الموضوع بسيط. ده اسمه احلال مزدوج. ادي محلول وادي محلول، وده بنقول عليه يا سيدي تفاعل الترسيب. هنا في محلولين ملحين جو مع بعض. الان اي سي ال ملح الطعام او ملح المائده اللي هو الان اي سي ال، بدانا ان احنا نعمل له تفاعل مع الاي جي ان او 3 نترات الفضه. فايه اللي حصل؟ هتلاقي ان الاي جي راح مكان الان اي. طب لما الاي جي جه جنب السي ال، ها اقفش بقى المركب ده، يبقى الاي جي سي ال ده مركب. طب والتاني؟ هما الاثنين اللي باقيين اللي هو مين ومين؟ الان اي والان او 3. فده اسمه راسب ابيض اللي هو كلوريد الفضه. كلوريد الفضه. المهم يا صديقي تكون مركز، الموضوع بسيط، وركز معانا بقى في اللي جاي. كده احنا خلصنا الاحلال المزدوج. الحته دي مهمه برضو شويه كده، خلينا نتكلم عليها. عارف انت معالجه الماء العسر ده او العسر ده؟ بص يعني تحتوي بعض المياه الجوفيه على نسبه عاليه من املاح الكالسيوم. بس كده قال لك لا والمغنيسيوم. فايه اللي بيحصل؟ فبيعرف هذا الماء بالماء الايه؟ العسر. يسبب تكلسات صلبه. شايف دي مواسير اهي وفي حاجات جواها كده وحشه قوي. ابسط لك الموضوع، لما ربنا يكرمك كده في دخلة الشتاء ان شاء الله ونشوف الشتاء كلنا كده وفيروز تغني لنا بقى والمطر ينزل بدل نار جهنم اللي احنا عايشين فيها دي، ربنا يقينا جميعا من نار جهنم ومن حر جهنم. فيجي السباك مثلا او حد معين بيفهم في السخانات يبدا ينظف لك مثلا السخان، فتلاقي ان في حاجات كده بدات تطلع زي صدى وشويه تكلسات جوه كده، هي عباره عن املاح الكالسيوم والمغنيسيوم بتكون اتخزنت جوه المواسير فتعمل لها مشاكل. ده الملخص بتاع الليله دي كلها. فيسبب تكلسات صلبه داخل انابيب المياه. وايه تاني؟ انابيب المياه بقى اللي هي الانابيب، المواسير يا ابني، المواسير يالا، والسخانات والغسالات، فيؤدي الى ايه؟ تلفها، فبتبوظ طبعا. في محطات معالجه المياه فتضاف كربونات الصوديوم. اي كربونات الصوديوم؟ Na2CO3 الى الماء للتخلص من هذه الاملاح. السؤال بيجي ازاي هنا حضرتك؟ هيجي يقول لي سؤال مهم جدا، عرف الماء العذب. ممكن يقول لي ايه؟ عشان اعرف اعالج الانابيب اللي فيها التكلسات الصلبه دي اعمل ايه؟ هضيف كربونات الصوديوم. ليه؟ عشان اتخلص من هذه الاملاح، افورها كده على طول. فتحدث تفاعلات اسمها تفاعلات ايه؟ ترسيب، حيث ترتبط ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم بايونات الكربونات في لتكوين بقى رواسب صلبه غير ذائبه في الماء، فتترسب ويسهل التخلص منها. تبدا ان هي تتفك كده وتنزل بقى على طول. فهم بيضيفوا الحاجات دي كربونات الصوديوم. الموضوع بسيط اهو. هنا بيقول لك تطبيق حياتي كده ممكن نكلمك فيها، دي اسمها تكلسات داخل انابيب المياه. ماشي، ده شويه تصميم كده جميل، جايب شويه مشابك بيعرفك بقى الاحلال المزدوج والشغل الجميل بتاعنا. نيجي عند تفاعلات الاكسده والاختزال. تعال نتكلم معلومه مهمه جدا في حته الاكسده والاختزال، ونقول ان الاكسده والاختزال
يعني زي ما الناس قالوا قبل كده، قال لك رصاصتين في مسدس واحد. مش عايزين نقول حاجه تاني، هي ملهاش حل غير كده، خد بالك ما تفهمهاش تاني حاجه غير كده. فالاكسده دايما اخت الاختزال، والاختزال دايما اخو الاكسده، الاثنين اخوات، الاثنين لازقين كده ايه في ظهر بعض يعني. تعلمت ان الاكسده، فاكر انت الاكسده برضه خدتها في ثانيه اعدادي، كنا بنقول مركب جميل جدا او معادله جميله جدا، ان الاكسده التعريف بتاعها عمليه كيميائيه تؤدي لزياده، كنت دايما اكتبها كده، نسبه الاكسجين او نقص في نسبه الهيدروجين. طب والاختزال عكسها. كنت دايما اقول له لو انت خلاص بقى جبت اخرك مش عارف تفهم الاثنين ولا تفرق ما بينهم، احفظ واحده والثانيه عكسها. بس خد بالك ده للطالب اللي هو خلاص ضاع، خلاص مش عايز يشغل دي، مش عايز يشغل الكرومبه دي ويفهم كده ويكون فايق، هو عايز يحفظ التعريف وخلاص عشان هو هيجي له كده. خلاص انت حر، اعمل لك ايه؟ ما هو المثل بيقول ايه؟ لو صاحبك فض يعني مش عايز يتنصح بنصيحتك، فانت بعد كده بقى ما تنصحوش مثلا، لا انصحه طيب، بس سيبكم اللي انا بقول له المثال ده. المهم ان الاكسده عمليه كيميائيه تؤدي لزياده نسبه مين؟ الاكسجين او نقص نسبه الهيدروجين، فبالتالي الاختزال عكسها، وهو عمليه كيميائيه تؤدي لنقص نسبه الاكسجين في الماده او زياده نسبه الهيدروجين بها. طب هو في حاجات تانية اكسده واختزال غير دول؟ غير نقص اكسجين او زياده، وغير نقص الهيدروجين او زياده، في ايه هي بقى يا سيدنا؟ جايب لي مثال جميل جدا خدناه قبل كده، كان، ويا سلام يا سلام لو تكتب لي في الكومنتات، تكتب لي بس كده هو ده كان تابع لاي تفاعل، ده تفاعله ايه من الاربعه اللي احنا خدناهم. المثال ده اهو، ها اكتب لي في الكومنتات كده. يا عم مش هتاخد جايزه قوي يعني، بس يمكن ربنا يكرمك وحد يدعي لك يقول لك ياه ده انا ما كنتش عارف وعرفت من خلال الراجل المحترم ده، او طبعا البنوته الجميله اللي هتكتب الكلام ده الشاطره. فبقول لك ورجوع نشاط 6 يوضح تفاعل خرسين مع محلول كبريتات النحاس الزرقاء لتكوين كبريتات الخرسين والنحاس. ماشي. قبل بدء التفاعل كان الخرسين عباره عن ذرات متعادله كهربائيه. خد بالك هنا مش ده خرسين متعادل في حاله يا عيني قاعد طيب مروش حاجه، ليه مين؟ كبريتات نحاس. طيب ايه اللي حصل؟ بينما النحاس عباره عن ايونات موجبه في المحلول. فين النحاس؟ اهو ايونات موجبه. هيعمل ايه يا سيدي؟ ده هيقول له بقول لك ايه يا نحاس، قال له ايه؟ قال له ما تبعد كده شويه. قال له الله ليه يا عم؟ قال له هو انت فاكر ان انا كنت اعلى منك نشاطا يعني؟ قال له ايه هو ده قصدك يعني لما رتبونا في سلسله النشاط الكيميائي؟ يا نهار ابيض انا نسيت. قال له لا معلش انا فاكر. على طول قال له ابعد. فبدا زد ان خرسين جه جنب مين؟ كبريتات حبيبته بقى يا عيني. اخيرا يا جهاد اتقابلنا. هو ده كده خلاص بقى ايه، حصل توافق ما بينهم. اشمعنى يا سيدنا؟ لانه كده كده اعلى منه نشاطا، والاعلى هو اللي بيسود يا سيدنا. ومين اللي هينزل لتحت؟ مين اللي هيترسب؟ مين اللي هينزل في القاع؟ يا عيني نحاس غلبان. طيب نزل تحت. ايوه ده كان تفاعل بقى نوعه ايه؟ احنا اتكلمنا قلنا قولوا في الكومنتات. ايه اللي حصل بقى يا سيدنا؟ هو انت فاكر ان ده كان ايه؟ متعادل صح؟ طب متعادل في ايه؟ خد بالك ذرات متعادله كهربيا. خلاص هو زي مثلا فاكرين ان انتوا الصوديوم واقف لوحده اهو، يا عيني غلبان ما عملش حاجه ولا في دماغه اي حاجه، وراجل في امان الله بيشرب الشاي بتاعه برنس مفيش حد زيه. طب وايه اللي حصل؟ قال لك معلش هو انا لو بقيت كده بايون موجب، يا نهار ابيض ايون موجب اللي هو بنسميه كاتيون. ايوه يا سيدي ماله؟ قال لك مش ده فقد؟ يا لهوي فقد يعني فقد الكترون. قال له ايوه يعني بقاش، لا قال له فقد. هنا نفس الوضع بالظبط بالنسبه للزد. ايه اللي حصل بقى يا سيدنا؟ خد بالك يحدث تفاعل كيميائي تبعا للمعادله دي. اثناء التفاعل تفقد ذره الخرسين كام الكترون؟ 2. يا لهوي تاني، يعني الصوديوم فقد الكترون واحد ومش ساكت، ما بالك ده هيفقد 2 الكترون؟ ده هيخرب الدنيا، ده هيولع لكم في الاستوديو.
الله، ليه يا عم؟ قال لك يا باشا ده فقد اتنين، يعني لما في يفقد ايه اللي هيحصل له؟ قال لك يا سيدي ويتحول ليون خرسين موجب اهو، فبتسمي دي كده اسمها ايه؟ تأكسد، عملية أكسدة. ايوه فهمت. هتقصد يا مستر ان هنا عملية فقد الالكترونات هياها مين بقى؟ زيادة نسبة الأكسجين اللي هي في الآخر هنا وهنا بتسمى عملية الإيه؟ الأكسدة. وصلت لي المعلومة، دخلت هنا كده في الإيه؟ في الجمجمة دي. يعني هنا عملية فقد إلكترونات تسمى عملية أكسدة، أي نعم. فدي تسمى عملية إيه؟ شايف أهو؟ كانت ذرة بقت أيون، وهنا فقدت كام إلكترون؟ 2 إلكترون. فاكر الرمز ده كان اسمه إلكترون؟ يا فاكر؟ زمان لما كنا بنقول ان ده الكترون وده نيترون وده بروتون. يا جميل انت، صح. فدي لما فقدت 2 الكترون بقت اسمها عمليه ايه؟ اكسده. خد بالك مش بس كده، قال لك عمليه فقد ذرات الخرسين للالكترونات تعرف بعمليه الاكسده. قال لك وعمليه الاكسده فيها عامل ايه؟ مختزل. هو يا عيني اللي اتخاذل وفقد 2، ويكون الخرسين عامل ايه؟ مختزل. ما هو اللي مسكوه جردوه من الاثنين الكترون. قال له اقف يلا هات فين الاثنين الكترون؟ قال له خد يا باشا الاثنين الكترون. اتثبت يا عيني، حصلت له عمليه اكسده، اتاكسد. ما هو كان متعادل في امان الله اهو. مره واحده قال له انا اعلى منك نشاطا وانا مش عارف ايه وانا قال له يا باشا هاجي مكانك وانت. قال له ماشي. راح من اللي اترصب النحاس يا عيني اهو، ومن اللي جه مكانه الخرسين، ففقد 2 الكترون. فبقى حصلت له عمليه ايه؟ اكسده. اتثبت في كام الكترون؟ في 2. بقى الصوديوم واقف كده يبص له لا العظيم، ده في واحد نعرفه يا جدعان اتثبت في 2 الكترون مره واحده يا جدعان. طيب يعني بقى ما التاني فقد الكترون واحد يعني واحد هيقول لي يا مستر طب ما الاثنين حصلت لهم عمليه اكسده. قال له قال له يعني الاثنين متساويين؟ قال لي يعني الاثنين متساويين. قلت له قال لي يعني الاثنين يعتبروا عامل مختزل. قلت له ما هو ده فقد الكترون ده فقد 2. قلت له بس ده قال لي يعني الاثنين اتاكسدوا. قلت له قال لي طيب ما هو معاه حق، ما الاثنين حصلت لهم عمليه ايه؟ اكسده. هتقول لي بقى ده فقد الكترون وده فقد 2. انا مالي يا سيدي، بس نفس العمليه حدثت للاثنين، اسمها عمليه اكسده. خلاص تحت ده هنسميه ماشي، ادي اهو والكترون واحد. يلا اكسده. هتقول لي ده عامل مختزل اهو. اكسده يا باشا، عمليه ايه؟ اكسده. دي اسمها عمليه اكسده عشان ما حدش يعيب على حد. مش هنقعد بقى ايه نمشي ودول يقعدوا بقى يعايروا بعض. طب استنى يا مستر ما تطلعش. لا يا سيدي انا ما طلعتش، انا قاعد اهو. هات كرسي. مش حضرتك كنت بتقول ان الاكسده والاختزال لرصاصتين في طلقه واحده او في مسدس واحد؟ حصل. يعني الاثنين العمليتين دول لازقين في بعض. فين بقى الاختزال؟ يا سلام، ضحكت عليا انت كده. لا يا عم، قال لك يا سيدي بينما يكتسب، مين اللي بيكتسب؟ النحاس الموجب هذين الالكترونين. هو انت فاكر ان النحاس هيضحك عليه ويمشي من جنب الكبريتات ويترصب كده اهو بس من غير ما يطلع باي مصلحه؟ لا، طلع بكام مصلحه؟ ب2 الكترون. حطهم في جيبه وسكتم بكتم. خلصت يا باشا، هي جمعيه ودايره. يبقى هنا يكتسب ايون النحاس الموجب هذين الالكترونات، مش هيسيبهم يطلعوا كده بره يا عيني بقى خليهم مالناش دعوه. لا، ده خد بحقه ثالث ومثلث ليتحول لذره نحاس متعادله. قال له مش انت عملت فيها الشبح وجيت مكاني؟ قال له قال له انا خدت منك الاثنين الكترون وبقيت متعادل. فاصبح هنا تفاعل اسمه تفاعل اختزال، وهو يسمى تفاعل اختزال عمليه كيميائيه يحدث فيها مين بقى؟ اكتساب الكترونات. حدث اكتساب تبقى عمليه اختزال، وهذه عمليه الاختزال تسمى العامل اللي فيها يسمى عامل ايه؟ مؤكسد. هو اللي اتاكسد. ماشي يا سيد، تعال بقى نجمع لك الليله دي كلها. شايف شويه تجميعه عنب. اكسده هي عمليه كيميائيه تفقد فيها الذره او الايون الكترون او اكثر فقدت. طب الاختزال، وخد بالك العامل المختزل تابع لعمليه الاكسده، والعامل المؤكسد تابع عمليه الاختزال، وكله بطاطا. وهنا عمليه اختزال عمليه كيميائيه تكتسب فيها الذره ايون او الكترون او اكثر. خلاص يا باشا بقت متعادله.
ها اقول لك وانت يا باشا جايبني وابعد بقى وانا اعلى منك نشاطا لا يا باشا انا جيت مكانك وخدت الاثنين الكترون، خليك انت قاعد بقى. فبالتالي العامل المؤكسد هو الماده التي تكتسب الالكترون او اكثر، وهي تبع عمليه الاختزال، والعامل المختزل هو الماده التي تفقد الالكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. وهذا الرسم التخطيطي يوضح كلتا العمليتين. طيب بص يا سيد، تمثيل تفاعل اكسده الاختزال بالرسمه الجميله دي، ادي اكتساب الكترون لما يكتسب تبقى عمليه اختزال، ولما يحدث عمليه فقد تبقى عمليه اكسده. ها خلصت، معروفه يا باشا. خد بالك، لاحظ ان لازم تلاحظ ان ايه عمليه الاكسده وعمليه الاختزال عمليتان متلازمتان اي تحدثان معا. ها بالظبط، مفيش واحده تحصل بعيد عن الثانيه، الاثنين لازقين في بعض كده، ايه ممتازين جدا. طيب والله يا حبايبنا يعني انا بعزكم جدا، ويمكن من قبل ما اشوف الدفعه كلها، بس هم كده كده اكيد الدفعه دي طالعين لي واكيد عارفين الحمد لله، وان شاء الله اكون عارف ناس معينين فيها، لان في ناس حبايبي كده موجودين في كل مكان. انتوا هتوحشوني الكام ساعه دول او الكام يوم دول لحد ما الفيديو الجديد ينزل اللي بيتكلم على حل الدرس الاولاني طبعا، لحد ما نوصل لشرح الدرس الثاني في المنهج الجديد. وحبايبي يا طلاب ثالثه اعدادي اشوفكم على خير ودايما منورين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على عمر.